بسم الله الرحمن الرحيم. بيان من رئاسة الجمهورية. تابع السيد رئيس الجمهورية على مدار الساعات الماضية العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والذي سقط فيه عدد من الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني. وعلى ذلك فقد أصدر السيد الرئيس قرارات وتوجيهات، هي: أولا، قرار بسحب السفير المصري لدى إسرائيل. ثانيا، توجيه مندوب مصر في الأمم المتحدة للدعوة لجلسة طارئة لمجلس الأمن للتباحث بشأن الاعتداء على أرواح الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني. ثالثا، توجيه وزارة الخارجية المصرية باستدعاء السفير الإسرائيلي بمصر وتسليمه رسالة احتجاج بشأن العدوان الحادث، والتأكيد على ضرورة الوقف الفوري لكل أشكال العدوان. رابعا، وجه السيد الرئيس في اتصاله بالسيد الأمين العام لجامعة الدول العربية بالدعوة لعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب. والسيد الرئيس يتقدم باسم شعب مصر بخالص عزائه في شهداء الشعب الفلسطيني.